السلام عليكم الخوت ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بسم الله على بركه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم ان شاء الله نبداو الفيديو ديالنا. اليوم فيديو جديد. وما تنساونيش خوتي من لايك، من اشتراك. من مشتركش يشترك، وما تنساوش ليا اللايكات. راه اللايكات هما اللي كيطلعوا الفيديو، واخا راه عندي لايكات قلال بزاف. وهادشي اللي كاين الخوت ديالي، وخليكم معايا ندوزو للفيديو. بسم الله على بركة الله. هنا اول حاجه خديت، طلعت مطيشه من الثلاجه، وطلعت الفلفله حتى هي. غادي نغسلهم وغادي نمسح الفلفله ونديرها في الشوايه. نديرها فوق الشوايه، وغنديرها فوق الشوايه باش غادي نشوي الفلفله. كما كتشوفوا غنشارك معكم اليوم تكتوكه. صراحه شحال هادي ما درتها، ما تنديرها حتى كنلقى الفلفله خضراء هكايا كبيره شويه، حتى ندير الفلفل، حتى ندير التكتوكه، ندير الفلفله، حتى ندير التكتوكه. حيت تما فلفله حمراء ما تعجبني، التكتوكه بفلفله خضراء هي سر التكتوكه. نقدروا نديروا خضراء وحمراء، ولكن غير حمراء لا، خضراء. ملي تلقى هاد الفلفله كبيره تنجيبها وتنصايب تكتوكه. ماشي دائما تتكون متوفره هاد الفلفله، حنا عندنا في المغرب موجوده بزاف وكبيره وزوينه. هنايا الفلفله اللي شويتيها ما تقدريش تقشريها حيت رقيقه. الفلفله هنا هذه لقيتها شويه غليظه، صافي جبتها، غسلتها، مسحتها. هنايا درتها فوق الشوايه، وطلعت مطيشه حتى هي غسلتها. غادي نقشرها وغادي نقطعها وغادي نضربها بالهاشوار مزيان. انا ما تنبغيش نحك مطيشه، ما تنحملش نخدم مطيشه محكوكه، ما عنديش معاها مره، ما تنخدمش بها انا نهائيا، ما تنخدمش مطيشه محكوكه. تنخدم بها مقطعه، ونقطعها مزيان. الا كاين شي حاجه خاصني ندير فيها مطيشه يعني ما خضراء، خاصني نقطعها ونقطعها مزيان مزيان مزيان، دقدقها مزيان، عاد نديرها الذوب. كتزيد الذوب وتجي زوينه. اما محكوكه ما كتجي زوينه صراحه، كتجيني انا لا علاقه. اولا الصلصه، هذيك الصلصه وحده صلصه يعني راها مطحونه ومصفيه وعاد عاقده، يعني هي هذيك الصلصه وحدها. المهم مطيشه محكوكه ما عنديش مع هادشي اللي كاين. وهنايا من بعد ما قربت نكمل الفلفله بالشوا ديالها، هنا جيت تنقشر مطيشه، وفي نفس الوقت نمشي نشوف الفلفله وترجع نقشر مطيشه. وهادشي اللي كاين الخوت ديالي، خليكم معايا. وهنايا من بعد ما قشرت مطيشه وقطعتها، غادي نزيد ندقدقها مزيان هكا بالهاشوار، نقطعها مزيان هكايا بهاد الطريقه، هكا نبقى عليها حتى غادي نكملها. وغادي نديرها في الطاجين باش طيب. هنايا حيدت الشوايه من هنايا وحطيت الطاجين، وغادي ندير فيه مطيشه، وغادي نزيد عليها الزيت، غير الزيت العاديه في الاول غنزيدها غير هي. ومن بعد غادي نزيد عليها الثومه. الثومه هي راه عندي انا مصايبها واجده عندي في الثلاجه. غادي نزيد الثومه وغنخليها تذوب مطيشه مع الثومه، ونسد عليها ونخليها. وهنايا غادي نجي باش نقشر الفلفله. شوف دابا مع مشويه، انا ما نخليهاش تشوى بزاف يعني فهمتي كتجي مبرقعه، ما عرفتش كيفاش نوصفها. المهم الفلفله كتبقى غليظه، كتبقى شاده في راسها، كتبقى مزيانه الفلفله، يعني ما كتلقاهاش هاريه هكا، كتبقى واقفه وزوينه ولونها زوين، تبقى خضره وزوينه. مهم هكايا شديتها قشرتها، حيت هذيك الزريعه نظفتها مزيان، يعني ما عاودتش غسلتها في الماء، غير كنغسل يدي هكايا وكنمسح، كنغسل يدي وكنمسح هكايا صافي باش تبقى محافظه على داك المذاق ديال الشوا. وبهذه الطريقه غادي نكمل الفلفله، وها نتوما خليكم معايا. وهنايا رجعت نشوف الطاجين، نزيد نحركو مزيان وصافي. دابا غادي ندوز باش نقطع الفلفله. عرفتي راه قطعتها درتها تكتوكه وخليت ليا واحد شويه منها كليتها غير مع الكمون والخبز ومليحه. ما عزيز عليا الفلفل مشوي والدنجال مشوي، تنحماق عليهم انا بزاف. وهنايا غادي نصايب معاهم هاد العصير. صايبتو بالبرتقال والتمر والتفاح. درت عندي ما درتش فيه السكر مره، درت فقط، درت البرتقال ودرت التمر ودرت التفاح. صافي عندي داك التفاح، التمر معسل. صافي هادشي باش صايبت العصير.
وهذا الشيء اللي كاين خوتي، اللهم ديمها نعمة وحفظها من الزوال. انا تنشارك معكم غير اليوميات ديالي، ماشي بالضبط كنقول لكم انا شنو طيب، زعما راه انا شنو درت ولا باغا نبان ولا شي حاجه. تنشارك معكم داكشي اللي تنديرو، تنصور فيديوهات حيت خاصني نصور فيديوهات. هادشي اللي كاين هنايا. غندوز باش نصفي داك العصير، انا العصير عزيز عليا نصفيه، ملي تنصايبو عزيز عليا نصفيه. هنايا راه زدت شويه عويدات ديال القرفه، وخديت طريف صغيور ديال مطيشه الحك زدتو، وزدت الماء حيت هذاك لاصوص لقيتها نشفات بزاف. زدت شويه الماء باش نلقى فين طيب داك العطريه وهكا. وزدت فلفله حاره، وغادي نزيد بودره ديال الثوم مع بودره البصله مخلطاهم بجوج، والقزبر مطحون، والكمون، والتحميره، شويه الملحه. هذه العطريه اللي ندير، ما تندير لا بزار لا والو، حيت انا تندير الحاره يا الهريسه او لا الفلفله، ما تندير لا بزار لا والو لا خرقوم لا سكين لا داكشي. ما داكشي تيخسر بالنسبه للزعلوك او لاكا. الخرقوم سكينجبير البزار تيخسروهم. الكمون وشويه القزبر وشويه التحمير صافي فيهم الكفايه. هنايا زدت الفلفله وزدت القزبر والمعدنوس، وغادي نزيد عليهم الزيت البلديه في الاخر، نزيد الزيت البلديه صافي. ودابا غادي نخلي داكشي يعقد، وتقريبا راه عاقد، نخليه شويه يغلي هذا. وهذا الشيء اللي كاين هنايا. راه كندس باش كنخوي الغساله، نخوي الماء، نحيد نرجع كل حاجه لبلاصه. انا راني صايمه بالمناسبه، انا راه صايمه. درت ليا بيضه تسلق، وهاد الطويجين ديال التكتوكه صافي، وهاد العيبه غنحط فيها شويه التمر ونحط فيها البيض. داكشي ديال الفطور. خديت هاد الفراقه هادي حاطه فيها ديك الكيريه، شويه التمر، غنحط فيها داك البيض. المهم اللي قسم الله. هذا هو الطويجين، هانتوما كيف جا تيشهي. انا تنشكر في راسي تنشكر في راسي. المهم راه ما كليتوش كله، راه اللي بقى درتو في ديك السوبيره رجعته للثلاجه. وهنايا غندوز باش نغسل هاد المويعنات ونجمع الكوزينه. انا جبت هذا ديال الصابون وجبت جافيل، نخوي جافيل في اللعيبه ديالو، ونخوي الصابون، كنخلطهم بجوج في القرعه تنخليهم يعني نيشان. كاين جونفيل وكاين الصابون وصافي. دابا غندوز باش نغسل الميعنات نحيدهم، كنسبق الكويسات هما الاولى. راك كلشي تيعرف يغسل الميعنات، باغا نهضر معاكم. كنسبق الكويسات تنحيدهم، وعاد نرجع الماعن الاخرين حتى هما نحيدهم. مهم الطاجين هو الاخر وهذا. وهذا الشيء اللي كاين الخوت ديالي، وها نتوما خليكم معايا. هاد الكاسرونه هادي كتبقى تزرق من داخل بزاف، حيت كنبقى نسلق فيها البيض، عارف المعلمه تيزرق، كتبقى تزرق بزاف. صافي مره كنبقى نحكها، مره نميك عليها، مره نحكها. وهنايا غادي ندوز باش نغسل الطباخ. هنايا هاد القرعه دايره فيها الخل وبيكربونات الصوديوم وشويه الملحه مع شويه الماء، وهو اللي تنخدم به. تيعقم زوين، تيحيد حتى الدهون. صافي رشيتو، راه كان داك سميتو هاديك البلاصه كتبقى عندي بحال كتصدي، بحال كتكحال داك ديال الجهه الكبيره ديال الفرن. ملي تنخوي عليها داك البرودوي تيخرج من هداك الشيء كله، عاوتاني كترجع هكا، ما عرفتش علاش. المهم راه غسلت هادو هما الاولى، نخليهم يقطروا. بلا غسلت الطباخ. هادوك اللعيبات ما غاديش نغسلهم، حيت راه اصلا نقيين، ما خاد يعني هو غاسله ما خدامه بهم مره. راه نقيين يعني ما عليهم لا دهون لا حتى شي حاجه، غير ديك الكبيره هي اللي خدمت بيها، اليوم غادي نغسلها. اما الاخرين عادي زعما، يعني فقط لا الماء ولا شي حاجه هكا، يعني كتسلقت غير ديك البيضه، يعني ما كاينش شي حاجه. ولكن داك اللعيبات ديالهم لداخل هما اللي لقيتهم مسخين شي شويه، خويت فيهم البرودوي باش يخرج داكشي صافي. وركزت عليهم، غسلتهم مزيان، درت من بعد درت داك الكيغدون حتى هو، حكيت مزيان داك البلايص وهكا وداك الجوانب.
المهم درت بيه دورة زوينة، نقيته مزيان. وهنايا الخوت ديالي وصلنا لنهاية الفيديو، نقول لكم تهلاو في راسكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.